ربنا يحفظك ويسعدك. موضوع مهم جدا، موضوع الغيرة. اتفضل يا دكتور. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. تمام. ربنا خلقنا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني ربنا طالب مني أن أنا أكون عابد له. تمام. زي ما قال سيدنا النبي: قل الله أعبد مخلصا له ديني، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فاحنا خلقنا لأجل العبادة. ربنا بيغار إذا الإنسان خالف ما خلق لأجله. يبقى أن يجدني الله حيث أمرني، وأن يفتقدني الله حيث نهاني. أمرك بالعبادة، جميل. كن عابدا. تمام. يا ابن آدم لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. لأنه سبحانه وتعالى يرزق حتى الكافر. الغيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لنا في بعض الأحاديث. هنشوف بعض الأحاديث. لكن زي ما قلت دايما الاتصالات بمجرد ما بنبدأ بيبقوا عايزين يتدخلوا مع حضرتك.